هذا موجود، بس ايش صعد البياض؟ البياض كيف المواد صعدت؟ ابو الحقل ما يصرف له. بعض الحقول عزلت؟ بعض الحقول مو عزلت، وانما يعني تعبت، حيل تعبت. علف المشكله، علف ماكو. شو يسوي ابو الحقل؟ ادعمه بعلف، ادعمه بغاز، ادعمه بدواء، ادعمه بهاي، ينزل. ليش يسوي بهذا؟ ليش صعد البياض؟ خليه يجي دعم من الدوله، كله ينزل. يعني انتم السبب الرئيسي انه ماكو دعم؟ ماكو دعم، لا ماكو دعم. والحرب ادت هوايه علينا، ادت. يعني المواد كلها صعدت. زين ماكو مواد اوليه يعني صويا غيره، يعني منتوج عراقي؟ ماكو دعم من الدوله. لا منتوج عراقي ماكو؟ منين تجي هاي المواد؟ تجي من الارجنتين، من الهاب. اي كلها تجي يعني خارجيه. زين اليوم الحقل هسه هذا ايش قد الحقل عندك قطيع؟ 40,000. ايش قد يذب لك بيض اليوم؟ يذب 80 كارتون، 70 كارتون. عندكم ناس تسوقوا لهم؟ اي نسوقه، لا نسوقه. هاي عن نفسكم صاحب الحقل نوديه البغداد، للفلوجه، للرمادي، يعني نبيعه. بيضكم يوصل؟ بيضنا يوصل. اكو مشاريع مثلا مال دواجن كثيره انفتحت بالعراق. الحقل يحتاج له راس مال كبير؟ اي الراتبه نسبيا يعني فلوس واداره، هاي كلها راتبه. زين هسه انتم عندكم متابعه؟ طبعا الدكاتره موجوده. شلون الاليه العمل بالحقل؟ كلها نظام، كلها الكتروني هذا. الكتروني؟ كلها الكتروني. يعني احكي لنا عن اليوم شلون تخلصونه، شلون الاعلاف مالته تنزلوها للدواجن؟ هو تجي العلف تنجر جارش اوتوماتيكيا، تصعد بالسايلو، من السايلو العلاقات هي كل 6 ساعات تمشيه الكتروني من كيفه، كل 6 ساعات يمشون البيض طايش سربس، الفضلات سربس، هذا يجهز الكتروني يعني جديد. هم يصير عندكم حالات هلاكات؟ طبعا ينضرب القطعان، هاي هسه كل نازله كليره، وهذا بسبب الماي وبسبب العلف مو زين، كليره ينضرب الدجاج ويتمرض كله.